من نبأ وفاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا والله بالنسبة لي شخصيا أنا فاجعة، لأن أنا زاملت أكثر من 23 سنة وإحنا طلبة ضباط إلى هالرتب هذه، وطبعا فقيد وطن. وأنا أعتذر إذا بعض الجمل ما تطلع معي، لأن عارف يعني المصاب جلل يعني، ولكن إن شاء الله نحسب أنه شهيد عند الله عز وجل، وأنه يحشر مع الصديقين والأنبياء بإذن الله رب العالمين. ماذا تعرف عن مناقب الفقيد وأنت أحد زملائه في الدراسة وما بعد الدراسة؟ والله كريم الأخلاق، يتميز في طيبة القلب، يتميز أنه ما يرضى أن في أحد من زملائه زعلانين على بعضهم، وكان دائما حريص أنه يراضيهم ويصلحهم على بعضهم. مواقف كثيرة جدا، وآخر موقف قبل لا يروح بشهر كانوا في 2 من الزملاء يعني في سوء تفاهم وأصلحهم، وهذه طبيعة فيه قديمة يعني، وإحنا طلب ضباط يعني، وكان حبيب يعني حبيب المعشر للأمانة يعني، وعسى الله يرحمه إن شاء الله، عسى الله يرحمه. متى كان آخر تواصل بينكم وماذا كان يتحدث؟ أبد يعني آخر تواصل بيني وبينه يمكن من 10 أيام يعني 10 أيام. أنا كلمة دائما أكلمه في يعني في البرامج التليفون الذكية وهذه، وكان سبحان الله يقول إن شاء الله نرجع سالمين، ولكن قال كلمة يعني موجودة في المحادثة، أنه يقول أن أحس أن الموت قريب. الله يرحمه. الله يرحمه. عسكريا كيف ترى شخصيته عسكريا؟ قائد بمعنى الكلمة. حدثنا عنه أكثر. يعني كان دائما إذا في أمر أو في شيء بيطبقه في العمل في العسكرية كان يطبقه على نفسه أول شيء، وكان دائما يعني يخاطر في نفسه ويتأكد أن الأمر هذا قابل للتنفيذ، وبعده هو بعده يخلي يعني زملاء أو العسكر اللي معه هم ينفذون. فكان دائما يطبق على نفسه قبل الآخرين يعني، وكان يعني ذكي جدا يعني في الأمور العسكرية وقواعد العسكرية. فهذا اللي أنا يعني الله يرحمه، هذا اللي في بالي الآن يعني. ما الرسالة التي تود توجهها سواء للمنشأة الحوثية أو صالح بعد مقتل الشهيد؟ بيطلع لكم إن شاء الله واحد اسمه عبد الله السيان ثاني وثالث ورابع، حتى ترجع إن شاء الله بإذن الله اليمن، وحتى تستقر دول الخليج بالكامل إن شاء الله. لا يفكرون أن عبد الله السيان بروحه، ترى عبد الله السيان لو على كيفنا كلنا نصير عبد الله السيان، لكن إن شاء الله بإذن الله بيجيهم واحد نفس عبد الله السيان وأحسن بإذن الله. والقوات السعودية أنا يعني خدمت معها كثير، وأعرف أن عندها القدرة وعندها الإمكانيات وعندها من الشخصيات اللي تجمل في الجبهة. عسى الله يوفقها إن شاء الله الدولة السعودية ويخليها يعني ركيزة أساسية وعمق سياسي واستراتيجي للدول الخليج إن شاء الله. شكرا لك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يحفظك.